الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بصحة جيدة ان شاء الله. رجعت لكم اليوم في وصفة يحبوها الجميع. هذه الوصفة هي تيراميسو، لكن بمقادير سهلة بسيطة، تجي بلا بيض وبلا جبن المسكربون اللي عنصر اساسي في وصفة التيراميسو كما تعرفوا. اذا هنا كمرحلة اولى راح نبداو نحضروا الفلو اللي هو هنا تحضروا فلو تاع الفانيليا، هذاك اللي يجي اللون تاعو اصفر. هنا انا ما عنديش، درت بودينغ كيس، درتو في كاس نتاع حليب، درته فوق النار وخليته يثقل معايا. اذا هنايا الفلو، بالنسبه للفلو هذاك نتاع الفانيليا اللي يجي اللون تاعو اصفر، راح يعطينا اللون هذاك الاصفر نتاع البيض، وراح يعطينا الذوق لهذا الكريمه تاع التيراميسو. اذا نظن تكونوا فهمتوني. وهنا في غرفيه كيما هكذا درت ملعقه نتاع النسكافيه، وضفت عليها ملعقه نتاع السكر، ضفت عليها ماء سخون، وراح نشربوا هذا البسكويت تاعنا هذا اللي راكم تشوفوا فيه نتاع التيراميسو. راح نحطوه بجي هذاك الخليط، نخلوه يبرد. وهنا راني نوريلكم في البسكويت تاع التيراميسو هذا. اذا وراح نجيبو هكذا، نجيبو كسرونه ولا طاجين كيما هكذا، راح نديرو فيه، نوجدو فيه الكريمه تاع التيراميسو. هنايا عندي هنا 2 كيسان تاع حليب، من الاحسن نتوما ديروا 2 كيسان ونص نتاع حليب. انايا خرجت لي الكريمه هنايا عاقده بزاف معايا. هنا عندي 2 ملاعق نتاع السكر، 2 ملاعق حتى ل3 على حسب الذوق. اذا اللي بغيتوها حلوه ديروا 3، الا بغيتوها شويه ناقصه حلاوه ديروا 2 فقط. هنا عندي 2 ملاعق نتاع المايزينا نشا، عندي 2 ملاعق نتاع الفرينه، وراح نخلطوا هذه المكونات مع بعض، راح ندوها فوق النار حتى تثقل معنا هذه الكريمه. اذا شوفوا معايا مقادير بسيطه. بالنسبه للي يبغوا التيراميسو يحضروه بهذه الطريقه، تقريبا يجي نفس القوام نتاع التيراميسو اللي نحضروه بالكريمه تاعو بالبيض وجبن المسكربون. اذا هنايا هذيك الخليط بعد ما ثقل معنا ضفت له شويه نتاع المارغرين، وراح نخلطها معاه. وراح نضيفوا كيس تاع لافاني هكذا ونخلطو. بالنسبه للحليب انا قلت لكم ديروا 2 كيسان ونص نتاع الحليب، ما ديروش الغلطه تاعي انايا نقصت في الحليب، جات معايا عقده بزاف. وهنا هذاك الفلون ولا هذاك البودينغ اللي استعملته انا، نتوما تستعملوا الفلون تاع الفانيليا. راح نضيفوا هنايا للكريمه تاعنا، راح يعطينا واحد الذوق هايل تاع الذوق تاع الفانيليا. راح نخلطه مع هذا الخليط نتاع الكريمه اللي خدمناها مع بعض وهي سخونه، بهي تفتح معنا في هذاك الخليط. اذا هكذا وراح نجيبو نحضروا كمرحله ثالثه. هنايا راح نحضروا الشونتي تاعنا. هنا ديت 150 غرام تاع الشونتي، ضفت عليهم كاس كما راكم تشوفوا نتاع ماء بارد. انايا نخدم دائما الشونتي تاعي باه تجي خفيفه، نخدمها بالماء بارد. هنا راح نضربها، ما راحش نخليها حتى تتماسك معايا مليح، نخلي القوام تاعها شويه خفيف كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. هنا نحبس في هذه المرحله، نحبس التضرب نتاع هذه الشونتي. شوفوا القوام تاعها كيف يجي معنا. هنا راح نجيبوا الكريمه اللي خلطناها من قبل نتاع الكريمه اللي خدمناها وضفنا عليها هذاك الفلور، راح نخلطها هكذا بالمضرب الكهربائي كما راكم تشوفوا. بعد ما تكون بردت معنا راح نخلطوها هكذا، ومن بعد نبداو نبداو نضيفوا عليها في هذيك الكريمه كريمه الشانتي اللي طلعناها وتكون خفيفه معنا. هذه هي الكريمه اللي راح نحضروا بها التيراميسو نتاعنا، راح تجي بنينه بزاف راح تجي ذوق تاعها هايل، خاصه بهذاك الفلون نتاع الفانيليا. وهنا جبت اناء كبير باه نضرب الخليط هذا ولا الكريمه هذه في بيساعدني في نخلط في هذا الكريمه نتاعي. اذا هنايا نحاول نخلطوا هذيك كريم شانتي مع هذيك الكريمه اللي خدمناها مع تاع الفلو نتاع الحليب والفرينه والمايزينا. اذا نخلطوهم حتى يولوا عندنا
كريمه بهذا القوام اللي راح تشوفوه معايا هنايا. نهبطوا الحواف، نهبطوا هذه كريمه الشانتي، تخلط لنا مليح مع هذه الكريمه كما راكم تشوفوا في المراحل. تبعوا المراحل كما راهي، يخرج لكم تيراميسو كما تاع المحلات وبمقادير موجوده في اي بيت تقدري تحضريه. ما راحش تكلفي روحك تجيبي جبن الماسكربون، وثاني تنقصي على روحك البيضه اللي راح نحضر اللي حضروا بها الكريمه هذه. جبتها لك بهذه المقادير البسيطه، وتقدر اي وحده تحضرها في بيتها تحضرها للضيوف للاطفال تاعها وتفرحهم بها. وهنا بالنسبه البسكويت تاعنا هذا، يا اما نغطسو هكذايا في النيسكافي هذا كيما درت معاكم، يعطي له فهم ذوق شباب، يا اما راح نغطسوه في الحليب. اذا بالنسبه للنيسكافي هذاك تخلوه يبرد من بعد تغطسوا هذا البسكويت كما تعرفوه بالخف يتشرب وراح يتكسر معكم. اذا هنايا ندخلوه ونخرجوه في النيسكافي هذيك اللي تكون بارده. وراح ندير كما راكم تشوفوا طبقه من هذاك البسكوي بعد ما شربته بالنيسكافي هذاك. وراح نجيبوا الكريمه تاعنا نقسموها على 2. بالنسبه للكريمه انايا بغيت ندير هكذا في الوسط تخفيفه، طبقه تكون شويه عاليه، بصح في الاعلى تعود الطبقه تكون رقيقه باه ما ناكلوش غير الطبقه نتاع الكريمه، ما تكونش قويه بزاف الطبقه نتاع الكريمه. اذا هنايا وزعت هذيك الكريمه على البسكويت تاعنا هذاك اللي شربناه كما راكم تشوفوا في الفيديو. وراح نضيفوا طبقه ثانيه من البسكويت بعد ما نشربوه نفس الطريقه نتاع الاولى. وبالنسبه للكريمه الطبقه الاخيره نتاع الكريمه هذه راح نديها انايا هكذا، ما تكونش سميكه. نتوما تبغوا ديروا الطبقه تكون سميكه، ما عليكم غير تضعفوا المكونات نتاع الكريمه. وهنا نحاول نستف كامل هذاك البسكويت تاعي اللي كنت شمخته بالنيسكافي بهذه الطريقه. وراح نضيفوا الكريمه اللي بقات لنا راح نضيفوها على الوجه نتاع البسكويت هكذا. طريقه سهله كما نخدموا كامل التيراميسو كما تعرفوا. اما بالنسبه للشكل، يا اما تستعملوا مول كما هكذا ولا مول دائري ولا اي مول عندك تفضلي تحطي هذا التيراميسو فيه. الطبقه الاخيره راهي واجده، راح ندخلوها للثلاجه. بعد ما ندخلوها للثلاجه تبرد وتتماسك هذيك الكريمه، راح نجيبوا شويه نتاع الكاكاو كما تعرفوا تيراميسو. تجيبي الطبقه الاخيره نتاعو تاع كاكاو، شويه نتاع الكاكاو من نوعيه جيده، وراح توزعيه على السطح نتاع هذا التيراميسو نتاعك هكذا. وراح نرشو كامل على السطح نتاعو. صدقوني تجي بنينه 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 بزاف. هذا التحليه نتاع التيراميسو مقادير موجوده في اي بيت تقدري تحضريها الاطفال نتاوعك. اذا ويجي روعه روعه. اذا هنايا نقسموا التيراميسو تاعنا كل وحده كيف تبغي تقسموا، اما قطع صغار ولا قطع كبار. وراح تشوفوه معايا كي نقسموا معاكم وتشوفوا التيراميسو تاعنا بعد ما احضر، وبعد تشوفوا الطبقات تاعو كيف خرجوا معنا. يجي رائع، خاصه هذاك النيسكافي اللي شربناه فيه. انا كنت نشرب بالحليب، ومن بعد هذه المره كنت نجربه بالنيسكافي، تجي روعه روعه روعه. حتى ولا اللي ما يشربوش ولا القهوه سريعه الذوبان تقدروا تستعملوا، حتى القهوه اللي ما يشربوش القهوه راح تعجبهم هذه الوصفه بهذه الطريقه. اذا شوفوا بالنسبه للطبقه اللي درناها تاع الكريمه الوسطانيه تجي هكذا عاليه. بالنسبه للطبقه الاخيره انا درتها تكون رقيقه. الطبقه نتاعها نتوما تقدروا ديروها نفس الطبقه، تقول الكريمه وديروها نفس الطبقه الوسطانيه. اذا هذا هو الشكل تاعو بعد ما قطعت لكم قطعه. يجي رائع، يجي هايل. بعد ما تخلوه يبرد في الثلاجه وترشوه بهذاك الكاكاو يجي روعه روعه من منظر ومذاق. خاصه في المذاق تاعو يجي واحد الذوق فيه مع ذاك الذوق نتاع النيسكافي والذوق تاع الكريمه. هذيك الكريمه يجي القوام تاعها هايل. هذا هي اذا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم، تجربوه بهذه الطريقه. راح تشوفوه معايا بعد ما نقسم لكم هذا التيراميسو. شوفوا البنات كيف هيجي متماسك، والكريمه تاعو ما تجيش هكذا جاريه تقول راكي تاكلي في التيراميسو نتاع برا. جربوها بهذه الطريقة ما راح تندموا عليها، وأكيد راح تعجبكم الطريقة نتاع اليوم. في نفس الوقت ما راح تقيدوا بالمقادير الأساسية نتاع الوصفات، نقدروا هكذا نبدلوا فيهم مقادير
مقادير سهله بسيطه متواجده في اي بيت. اذا في الاخير ما علي غير نقول لكم ان عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسونيش باللايكات والتعليقات تاعكم المحفزه، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعمل فائده. سلام.